في إنجاز رقمي غير مسبوق حصد فيلم نايضة للفنان الكوميدي سعيد الناصري أكثر من 15 مليون مشاهدة على قناته الرسمية بموقع يوتيوب في غضون 8 أيام فقط. كما تجاوزوا عدد المشتركين في قناته 2.5 مليون مشترك، مما يعكس تفاعل غير عادي مع هذا العمل الفني. نجاح لافت في وقت قياسي. الرقم الذي حققه فيلم نايضة يعد استثنائيا بالنسبة للإنتاجات المغربية على المنصات الرقمية. أدفر ريسينج فقد استفاد الناصري من منصته على يوتيوب كوسيلة للتواصل المباشر مع جمهوره، متجاوزا بذلك القيود التقليدية لدور العرض السينمائي. ويطرح هذا النجاح تساؤلات حول مستقبل السينما المغربية وإثر التحول الرقمي على طبيعة استهلاك المحتوى الفني. أسباب النجاح. آراء الجمهور والنقاد. لم يمر هذا النجاح دون إثارة الجدل، فمن جهة أشاد عدد كبير من المتابعين بالعمل، معتبرين أنه يقدم تجربة مختلفة وممتعة، ومن جهة أخرى أشار بعض النقاد إلى أن الفيلم يعاني من ثغرات في السيناريو وضعف في الإخراج. كما تساءل البعض عما إذا كانت المشاهدات تعكس جودة الفيلم أم أنها مجرد نتيجة شهرة سعيد الناصري. تحول السينما نحو الرقمنة يمثل نايضة جزءا من التحول المتسارع في عادات استهلاك الجمهور المغربي والعربي للأعمال الفنية. فمنصات مثل يوتيوب أصبحت توفر بدائل عملية وفعالة للوصول إلى الجمهور، بعيدا عن التعقيدات المرتبطة بالإنتاج السينمائي التقليدي. بين الإشادة والانتقاد، يظل فيلم نايضة نموذجا مثيرا للاهتمام حول كيفية استفادة الفنانين من المنصات الرقمية لتحقيق نجاح جماهيري واسع. ومع هذا التحول يبقى السؤال مفتوحا: هل يمكن أن يشكل هذا التوجه مستقبل السينما المغربية، أم أنه مجرد ظاهرة عابرة؟